درت شكايه بالحساب حتى لهنا حنا متفقين. يعني هي معينهاش فيا، هي ما دارتش شكايه باسمي باش تضرني او تدخلني للسجن، وما دارتش شكايه باسم اختي، لا هي دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي، وفي الاخر الشرطه القضائيه اتضح لها انه حنا هما حمزه مون بيبي. خرجوا تكذبوا انكم ما درتوش بينا شكايه مباشره هكا بالسميه بالسبعان. دنيا باطمه وابتسام باطمه ما حضرش الفرقه الوطنيه يشهد. ولكن اقسم بجلال الرحمن ما عمري درت شكايه بفنان وما عمري درت شكايه بفنانه. كنتحدى هاد الناس اللي دخلوا عندي في الخاص قول لهم يجيبوا لي شكايه درتها باسم فنان، وانا مستعده لاي حاجه طلبوها مني. اقسم بالله طلبوا مني اي حاجه غنديرها، ولكن جبدوا لي الشكايه درتها باسم فنان. انا درت شكايه انا درتها السلام عليكم خوتي وحبابي. وهنا بغيت ندير واحد الميساج لبعض لي باج ولا بعض الناس اللي دخلوا عندي في الخاص، هما قله ولكن دخلوا عندي الخاص كيقولوا لي بانه انت السباب وانت كذا في هادشي دابا اللي رايج على قضيه حمزه مومبيبي. اول حاجه بالنسبه لحمزه مومبيبي انا من الناس المتضررين، وانا من الناس اللي بقيت صامده حتى لهذا الوقت كنتكلم على حساب حمزه مومبيبي. ولكن اقسم بجلال الرحمن ما عمري درت شكايه بفنان وما عمري درت شكايه بفنانه. كنتحدى هاد الناس اللي دخلوا عندي في الخاص قول لهم يجيبوا لي شكايه درتها باسم فنان، وانا مستعده لاي حاجه طلبوها مني. اقسم بالله طلبوا مني اي حاجه غنديرها، ولكن جبدوا لي الشكايه درتها باسم فنان. انا درت شكايه انا درتها بحمزه مومبيبي اللي تضريت من خلاله، تقصت بزاف ديال الحوايج ما نبقاوش نعاودوا هذا الشيء لانه ولا مستهلك. ولكن بقيت صامده حتى لهذا الوقت بحساب حمزه مومبيبي اللي تضريت فيه بزاف. القضاء كان كفيل انه يجبد لنا مجموعه ديال الاسماء، فاللي بغى يتحاسب تحاسب مع القضاة. والاوامر ملي كتخرج صادره عن محكمه، كتخرج صادره باسم جلاله الملك الله ينصرو، ماشي او الناس اللي داروا الشكايه. منهم واحد السيده اللي كذبات الكذبه وتيقاتها. علاش؟ كطلعت السيده وكتقول لكم انا درت شكايه بالحساب حتى لهنا حنا متفقين. درت شكايه بحساب حمزه مومبيبي. واخ يعني هي معينهاش فيا، هي ما دارتش شكايه باسمي باش تضرني او تدخلني للسجن، وما دارتش شكايه باسم اختي، لا هي دارت شكايه بحساب حمزه مومبيبي. وفي الاخر الشرطه القضائيه اتضح لها انه حنا هما حمزه مومبيبي. لا يا ساده غنكذبوا محضر ديال الفرقه الوطنيه؟ لا ميمكنش ليا نكذب الفرقه الوطنيه. انا هذه غنحطها لكم في ستوري من بعد غتشوفوها. هذه شكايه ديال هذيك السيده اللي كتدعي انها دارت شكايه بحساب حمزه مومبيبي. لا هي اشارت بالاصابع لدنيا باطمه واختها، وانا غنذكر لكم السبب علاش دارت بيا الشكايه، انني انا وراء حمزه مومبيبي. اسمعوني مزيان. وافيدكم ان مجموعه من الاشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزه مومبيبي على تطبيق انستغرام، واخص بالذكر كلا من المسمات دنيا باطمه والمسمى واحد السيد اخر. ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوه المسمات دنيا باطمه الى حفل خطوبتي. تخيلوا السبب علاش دارت بيا الشكايه، ولاسباب شخصيه اخرى. اولا انا ما عنديش بيك علاقه شخصيه وما كنعرفكش، وانا كنت سباقه بالحفلات ولا انتظر من احد دعوه. كنت سباقه بالحفلات الفخمه لبنياتي، وكنت من الصواب والادب انني كندعو اللي معايا زملاء في الوسط الفني، وكانت هاد السيده وحده منهم. انا من عادتي كنكبر بالناس، هادي هكا كبرت كنكبر بالناس.
يعني ما عنديش علاقه شخصيه بها، حتى اللي كان يعني كتتصل وهذا كانت واحد البنت معايا، يعني ما عنديش علاقه بك شخصيه باش تكتبي ولي اسباب شخصيه اخرى، ما كنعرفكش. سمعتوا الشكايه؟ ماشي مشكل، هنا غنقول لك ستوب، لانه 4 سنين وانتي كتكذبي على الراي العام وانا ساكته. 4 سنين وانتي كتحرضي القنوات ومنهم صحابك اللي كتطلعي وتدردكي معاهم وتشطحي، انا ساكته. وسنين وانا كنتعاير من موقع لا اتشرف بذكر اسمه في لايف فيه 151,000، لانه دون المستوى، واخا اللي كيسب ليا في الشرف ديالي. الفنانة ديالنا سعيدة شرف تقول دائما انها اشتكت بالحساب، اي حساب حمزة مومبيبي، ولم تشتكي لا دنيا ولا غيرها. وقالت في الحرف اذا ثبت على انني اشتكيت شي واحد وتبرأ انا مستعد نعتذر له. هذا الامر هو بين يدي دنيا باش تعتذر لها ولا ما تعتذرش لها، ولكن ما يهمني هو النكران والتنكر ان هي من حركت الشكايه ضد دنيا. وابتسام بعدما حركت شكايتها تقدمت امام الفرقه الوطنيه واستمع اليها امام الفرقه الوطنيه يوم 6 أغسطس 2019، وبعدما أدلت بهويتها كاملة وشاء ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من محضر سماعها ما يلي: وأفيدكم أن مجموعة من الأشخاص يقفون وراء حساب حمزة مومبيبي، ما تم نشره ضدي، تتكلم على نفسها، بحساب حمزة مومبيبي على تطبيق انستغرام. اسمعوا لي امثالنا، واخص بالذكر كل من دنيا باطمة والمسمى السم بالبشير، ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوتي المسمى دنيا باطمة الى حفل خطوبتي ولاسباب شخصيه اخرى، وعندما يبرز الدليل لا داعي للافتراء. الراي العام والناس وجه وانتم عندكم وجه اخر في الكواليس، لان عيت وانا ساكته وشاده. هذا الله، ما بغيتوش تزكاو، ما بغيتو تسكتوا، ما بغيتو كنقول حشومه اليوم غدي تسكتوا، اليوم غدي تسكتوا، ولكن صافي الصبر كيدبر. وانا انسانه، انا ماشي حديد، ما عنديش قلب وما عنديش احاسيس وما عنديش عائلات، انا انسان صبر كنحس فعلا. انا نصبر، انا انسانه صبوره لابعد الحدود، انسانه قويه لابعد الحدود، ولكن ما كنصبرش على الحقره، ما نصبرش على الكذب والبهتان. او 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 مجندين صديق ليكم هذاك اللي في ميريكان، هذاك الفاسد، اللي كيهضر على الفساد هو اكبر فاسد، وطالع يهضر 4 سنين هادي ويحل فمه على اساس انه فاهم الناس كاملين ما فاهمينش، وهو ما كاينش شي كلمه ممكن انها ولو انها كلمه تكون في حق واخا ولو خايبه، ما غتكون خايبه، غتكون زوينه عليه. يضرب في القضاء ويعاير في القضاء المغربي، القضاء المغربي بزاف عليك، ويعاير فينا وياكل في الحمنه ويتنمر، وانت صديقته. مالي ما مشيتش ترسبك الشكايه، قلت لهم لا راه كانت دايره حفله هي وياه وكيشطحوا وكيردحوا، وهي اللي كتقول ليه شنو يقول. مالي ما درت انا هاد الحاله على حنا الا كنا باركين حدا شي حد قال كلمه تحسب علينا حنا، في كاين هادي بغاف. كفاكم كذب، كفاكم بهتان، كفاكم تعدوا، كفاكم حقره، كفاكم تنمر.